عارف يا كريم الماتر دي كلها بتصنع ازاي؟ لا ما اعرفش. تعالى بقى وانا اوريك. هنا يا كريم بدايه السايكل بتاعه صناعه السوسته بتبدا بالسلك الحديد الخام زي ما انت شايف كده، بيعدي على الماشين هنا بتاعتنا دي، وبيطلع في الاخر السوسته بالمنظر ده كده. دي كده تاني مرحله بنجمع الكويلز كلها وبتتعمل شاسيه بفريم. دي كده المرحله الفاينل بتاعه السوست لما بقت كونكتد مع بعض، وبنوصل في الاخر للمرحله النهائيه ان احنا بنحط كادر من الفولاذ عشان الشاسيه كله يبقى مدعم وقوي. هنا مكنه الكابوتينيه دي تجهيز القماش بتاع المرتبه. القماش بياخد 3 طبقات تحتيه، طبقه من القماش، بعد كده طبقه من القطن، بعد كده طبقه من الفايبر، وبعد كده طبقه من الفازلين، وبعد كده القماش بياخد الرسمه بتاعته على مكنه الكابوتينيه وبيطلع جاهز بالرسمه بتاعته. ده كده شكل القماش بعد ما طلع من مكنه الكابوتينيه، واخد الثلاثه لايرز بتوعه، الفازلين والفايبر والقطن. ده شكل تاني للكابوتينيه بتاع المرتبه الميموري فوم، بتطلع بالشكل ده. القماش بيتحط تحتيه طبقه الفايبر والفازلين، تبدأ المكنة تشتغل بالطريقة دي. وده زي ما انت شايف كده، ده التقفيل بتاع الجنب بتاع المرتبة، بنسميها البلصة الجانبية عشان ما يحصلش أي هبوط في المرتبة من الجنب. دي بقى طبقة اللبات العازلة ما بين الشاسيه السوست وبين الاسفنج اللي هيتحط فوقيها. دي طبقة الريبوند السفنج عالي الكثافة الطبي اللي بيتحط في المرتبه الهيلسي بتاعتي. دي طبقه السفنج اللي بتتحط فوق طبقه الريبوند الطبي، بحيث ان هي تدي نوع من انواع المرونه في المرتبه، ما تبقاش ناشفه قوي. بعد ما اتقفلت كلها سفنجه، تيجي اخر مرحله هي مرحله القماش. طبعا القماش بيبقى خارج من مكنه الكابوتينيه، واخد طبقه فايبر تحتيه، وتحتيه البيلنج اللي بيتحط تحت الفايبر. دي طبعا بتبقى الطبقه الشتوي، لان القماش بيبقى واخد كابوتينيه فايبر وبيلنج، لكن تحت بتبقى الطبقه الصيفي اللي بيبقى فيها لير من القطن زياده كمان. وهنا بتيجي اخر مرحله، هي مرحله مكنه التيب، هي اللي بتعمل تيبنج وخياطه للمرتبه داير داير كلها. ده كارت ضمان المرتبه، ضمان 10 سنوات، موجود مع كل مرتبه. كده مرتبه ايهم بتاعتنا جاهزه انها تتوصل للعميل على طول.